لو الحكاية فيها إن فيتو. نزلنا سألنا الناس في الشارع، تفتكروا مين اللي اخترع الكحك؟ كحك العيد؟ أمي. اللي اخترع الكحك خالتي والله. خالتك؟ بتفكر في ايه ساعتها؟ مش عارف بأمانة. أنا ممكن أتصل عليها تخليها تقول لكم. حسن. نابليون تقريبا أول واحد اخترع الكحك. مين اخترعه؟ الله أعلم. نادي الزمالك. مين بقى بالظبط نادي الزمالك؟ مرتضى منصور. اخترعه ازاي؟ كان بيدبر في حاجه كبيره للاهل اكيد يعني. القدماء المصريين. غيرهم؟ غيرهم مين؟ غيرهم مين؟ اي حد يجاوب يا جدعان، انتوا جايين معاه كده ايه؟ اقول لك مين في القدماء المصريين يعني؟ وحمص او مراته او كده او اي حد. فراعنة من زمان يعني، مش من الايام دي. لا ما اعرفش. مش منطق؟ الأم المصرية. جبنا دي كده من عند حموكشة اللي في الشارع اللي ورا. دولة فاطمية. أنا ما درسنا في التاريخ الكلام ده من ساعة ما عملوا قاهرة المعز، حبوا يتقربوا الشعب المصري فابتدوا يعملوا فوانيس وكحك وكده. الكحك من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في مصر. أول ناس عرفوه هم الفراعنة، وكانوا بيسموه القرص. بيعملوه بأشكال مربعة ومستطيل. مر الكحك مراحل كتير لحد سنة 1124 ميلاديا في عهد الفاطميين، وخصص خليفة فاطمي 30,000 دينار لعمل كحك العيد ووزعه بنفسه، وكانت الكحكة الواحدة قد رغيف العيش. ولحد النهاردة لو رحت زيارة للمتحف الإسلامي في القاهرة هتلاقي قوالب للكحك بشكل زمان مكتوب عليها كلمات منها كل واشكر مولاك زي ما التاريخ قال. ولما سألنا الناس في الشارع مين اللي اخترع الكحك، قليلين جدا اللي كانوا عارفين تاريخ صناعة الكحك في مصر. طبعا المصريين دايما ليهم رأي تاني خالص. زمان أيام الفراعنة اخترعوا الكحك. كان في إله كده بتاع كحك وبسكويت كل حاجة لها تراث، فاهمة؟ اللي اخترع الكحك أكيد بتاع الكحك. جابت البتاع اللي هي عجينة ودقيق وقعدت تقلبهم وبعد كده لا بس هي بوظته. تفتكر هو مخترع كان بيفكر في ايه؟ وكان بيفكر في يعمل حجر بتاعه، راح جه منه الحجر قال لك ايه من الحجر من الطوب، بس هو طلع معانا بقى كحك. أفتكر من يوم ما اتولدت هم بيعملوا كحك. مين اخترعه؟ الله أعلم. كان في حد عايز يعمل كيكه او حاجه والعجينه باظت منه، عمل منها كحك. مين بقى الحد ده؟ ستات بتوع زمان. كحك ما اعرفش مين اللي اخترعه. بس ما تفتكرش كده مين اخترعه؟ اللي اخترعوه الصعايدة بيعملوه في البلد. بيبقى ليها ذكرى يعني، بيجي العيد بتاع رمضان عشان لازم يتعمل فيه الكحك، وبيجي عيد الضحية عشان موسم للحمة، وكل عيد ليه موسم عشان يبقى ليه ذكرى. إنما هي العملية مش عملية أكل. ومهما اختلفت العادات والتقاليد المصرية مع كل مناسبة وكل موسم من أكلات ولبس وزيارات وحاجات تانية كتير، إلا إنها بيفضل منها دايما حاجة واحدة بس، هي الذكرى.